ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تخيل معايا كده واحد، يعني راجل بسيط جدا، كان بيتقاضى بس $2 في الشهر، وفجأة بقى صاحب واحد من أشهر مطاعم الأكل في العالم. مش قصة خيال، قصة كنتاكي. خليكم معانا بقى عشان تعرفوا القصة كاملة، هتعجبكم جدا. كلنا بنفكر يا صديقي إن النجاح دايما لازم يبدأ بدري، لكن القصة دي هتغير الفكرة دي تماما. بطل حكايتنا هو هارلي ساندرز، الراجل اللي اتقال تقريبا فاشل طول حياته لحد ما بقى رمز عالمي. اتولد ساندرز يا صديقي في سنة 1890 في إنديانا، دي كانت ولاية في أمريكا. وكانت حياته من البداية مش سهلة خالص. والده مات وهو صغير، كان لسه طفل تقريبا، فاضطر إن هو يتعلم الطبخ. يعني تخيل طفل لسه بيتعلم حتى الطبخ عشان حتى يطبخ لأسرته ويساعد إخواته، فعاش حياة صعبة جدا. كبر ساندرز يا صديقي وجرب شغلات كتير جدا، زي مثلا سواق قطر وعامل في مزرعة، وحتى جرب المحاماة بس لفترة قصيرة جدا، لأنه كل مرة كان بيجرب فيها كان بيفشل ويسيب الشغل، لدرجة إن حياته بعد كده أصلا كانت مش مستقرة، ومكانش عارف هو هيكمل فين. اشتغل يا صديقي ساندرز في محطة بنزين في كنتاكي، دي كانت فيها زي قرية كانت في جنوب الولاية، وبدأ بقى يطبخ للمسافرين زي مثلا بطاطس، فراخ، أكل بيتي. بس اللي حصل بعد كده ما كانش عادي. تخيل ايه اللي حصل بعد كده صديق. الناس بدأت ترجع تاكل من عنده، عجبهم الأكل جدا، لأنه كان عنده وصفة مميزة. كان بيستخدم تقريبا 11 نوع من البهارات، ولا كان بيستخدم الطريقة اللي هي بتاعت حالة الضغط، دي كانت بتخلي الفراخ تستوي بسرعة ويبقى ليها طعم مميز، ولا يعني مرمشة بطريقة مختلفة. فده خلى طبعا اسمه ينتشر في المنطقة كلها، والناس تحبه وتروح تاكل من عنده، فبقى محبوب جدا. مع الوقت بدأ يتشهر، ومطعمه بدأ ينجح بشكل كبير جدا، لدرجة إن هو أخد لقب كل الليل من والي المدينة، ده زي تقدير ليه. وطبعا بعد فترة اتشهر أكتر وحقق نجاح كبير جدا. بعد كده يا صديقي فجأة كل حاجة انهارت، طريق الرئيس اتغير، والعربيات بطلت تعلق قدامه، محدش بقى يروح له. النتيجة طبعا هو خسر المشروع بالكامل. تخيل يعني راجل كبير عنده 65 سنة، مفيش مصدر دخل، وكل اللي بناه في وقتها ضاع. أي حد مكانه طبيعي كان هيستسلم، لكن هو بعد كده ساندرز كان عنده رأي تاني. قال لنفسه صديقي أنا عندي وصفة محدش عنده زيي. بدل مثلا ما يفتح مطعم، فكر الفكرة إن هو ممكن يبيع الفكرة بتاعته نفسها. فتخيل معايا كده عمل إيه بعد كده. مثلا بعد كده صديقي ركب العربية ولف على مطاعم أمريكا كلها، وكان بيقول للمطاعم يعني خدوا الوصفة بتاعتي، بيدوم الوصفة ويقولوا لهم ادوا نسبة من الأرباح. لكن طبعا اترفض مرة واثنين وثلاثة لحد ما وصل لأكتر من 1000 رفض، فاترفض كتير جدا طبعا. لكن في النهاية واحد وافق يجرب، واسم KFC بدأ ينتشر بسرعة رهيبة، وبدأ طبعا يفتح المطعم بتاعته، وبدأ من هنا اسمه ينتشر، وفي وقت قصير بقى عنده مئات الفروع، والناس بدأت تميزه أو تشوفه بالراجل لابس بدلة بيضة وبدقنه مميزة. في سنة 1964 ساندرز قرر يبيع الشركة بمبلغ ضخم جدا في الوقت ده، لكن فضل هو الوجه الإعلاني ليها رمز النجاح اللي بدأ متأخر. لحد يا صديقي فتح فرع كنتاكي، بقى مشهور جدا تقريبا في كل الدول، واحنا بنحبه وبنروح ناكل منه، وقصته لحد الآن يعني جميلة جدا. وتعالوا أقول لك بقى إيه اللي هنتعلمه من القصة دي. القصة دي يا صديقي بتقول لك حاجة مهمة: النجاح دايما ملوش سن، إنك عادي ممكن تجرب طرق كتير وكده حتى لو غلطت، بس أهم حاجة تخليك هادي. ممكن الفرصة لسه جاية، بس محتاجة منك تصبر شوية. وبس كده يا صديقي، كده انتهت قصتنا. قول لي بقى هتحب اتكلم عن مين الحلقة الجاية؟ يلا نشوفكم فيديو جديد. سلام.